حسن شاكوش اللي بيبث اللا معنى في الارض وبينشر دقات الزار اللي خلى بيها كل الاطفال الصغيرين تتبرمغ دماغهم على اللا معنى، على اللا معنى. حسب حلمي بكر الله يرحمه ويحسن اليه ما قال ان دي دقات زار ودي هتتسبب في فقر المجتمع كله. فين الرقابة في مصر؟ فين الرقابة في مصر؟ يعني هي الرقابة على كل حاجة، أما على أدمغتنا احنا ما تحموش أدمغتنا. هذه الموسيقى تسبب رقص الشياطين، رقص الشياطين في البلاد. صدقني دي موسيقى زار زي ما قال حلمي بكر الله يرحمه. وبتسبب ايه؟ بتسبب الفقر. بعد شوية الناس هتذبح القطط أمام الأبواب عشان تاكلها من فرط المجاعة الكبرى اللي بتحصل. لان الراجل دلوقتي علشان يدخل على اهل بيته ب 300 400 جنيه عشان يجيب لهم اللقمه ما بتكفهمش ومراته بتبص له بصات مش كويسه. يعني مراته بتبص له بصات مش كويسه وبتقول له انت مش قادر تكفي بيتك. فالراجل يعمل ايه؟ ما عندوش حل غير الاتنين، يا ينزل يسيب البيت لا يقعد في البيت، والاتنين اوحش من بعض. وانتوا كلكم عارفين الكلام ده لان الكلام ده بيحصل لنا كلنا. ما بص التواضع حلو، واللي يقول لك كلمة حق حلو، والشجاعة حلوة مفيش كلام، الشجاعة حلوة. فهذه الموسيقى هي اللي سببت مجاعة في مصر، عشان انا بقول لك اهو. والفن الهابط الذي ليس له معنى، اللي ولا فيه قصة ولا فيه روح. وخيال المخرجين بقى مريض، خيال المخرجين بقى مريض، وكله ايحاءات جنسية وكلام كلام لا ما حد. يا عم حتى لو انا عارف ان القصة لازم يكون فيها خير وشر، ده شيء مفروغ منه. ما ينفعش قصة ما يبقاش فيها خير وشر، ما ينفعش قصة ما يبقاش فيها صراع بين الخير والشر. لكن ما فيش قصة اصلا، ما فيش قصة اصلا. البلاد اللي حواليكم سحبت منكم بساط القوى الناعمة، خدوا بالكم. انتوا كنتوا منارة الفن، كنتوا منارة الفن. ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه كل عمل في ايدينا بيفشل؟ ليه صناعتنا بتفشل؟ ليه زراعتنا بتفشل؟ ليه حتى فننا بيفشل؟ انا عارف ان انت ضميرك حاسسني، حاسس بالكلام اللي انا بقوله. فمن اجل اطفالك، من اجل اطفالك ان كان عندك اطفال، ويا بختك لو كنت جبت اطفال. لان الايام دي الشباب ما يعني مش هقول لك ما بقتش عارفه تجيب اطفال، ما بقتش عارفه تتجوز. لان الجواز بقى محتاج نص مليون جنيه على الاقل عشان الواحد يتجوز. فيا بختك لو عندك اطفال، وبرضه انا ببكي عليك لو عندك اطفال. لان الطفل بقى يمسك التليفون يعمل كده بقى يطلع قدامه ايه؟ دقات الزار اللي بيقولها حسن شاكوش، اللي بيقولها حمو بيكا، اللي بيقولها واسمائهم اسماء غريبه كمان، اسماء غريبه. بيبثوا لا معنى في المجتمع وروح الجهل، وبيخلوا الاطفال الصغيره تسيب دراستها وتسيب العلم، تسيب النور وتتجه للتفاهة. وخدوهم قدوات، خدوهم قدوات دلوقتي. فانت كنت غني او فقير حافظ على عيالك بقى، حافظ على عيالك. ما يعرفش هتحافظ عليهم ازاي غير انك تسجد سجدة لله وتطلب منه وتصلي وتقول له يا الله اله السماء حافظ على عيالي، حافظ على اولادي، احفظهم من هذا الجيل اللي احنا عايشين فيه. انا عارف ان احنا في اخر 5 شهور وهتنزل احداث يوم القيامة. فاحفظ اولادي، احفظ اولادي، وما تخلوهمش ينجرفوا في طريق العالم، لان الشيطان متربص بيهم. احفظهم في حقك وبروحك لحد مجيء يومك. وانا عارف انك هتخطفهم من كل اهاليهم، وصوت الطفل الصغير هيقول ما تبكيش عليا يا ماما لان انا مش هلحق اكون راشد، لان الله يخطفني من العالم قبل سقوط العالم. الوقت قريب. احنا في الايام الاخيرة، في المغامرة الكبرى. استعدوا، استعدوا للقاء الهكم.